السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ البانيه بطريقة مختلفة غير بالفيجيتار والمقلية، علشان الزيوت وتكون خفيفة. بالذات ان احنا يعني انا بالنسبة لي باكل الغدا بتاعي بيكون بالليل، فالطريقة دي خفيفة جدا وحلوة قوي. انا سبت القطعة زي ما هي سليمة، علشان طبعا لما هتتشوى تبقى كبيرة كده. استخدمت ملح وكركم وكاري وفلفل أسمر ورشة قرفة ورشة جنزبيل صغيرة قوي. أنا عايزة بس يعني البهارات كمية قليلة علشان تدي طعم للفراخ، مش عايزة أحط كتير عشان ما تضيعش الطعم معانا. واستخدمت بصلاية صغيرة. ما أخدت بصلاية فلقيتها فيها اتنين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، فأنا أخدت الصغيرة خالص علشان في الشوي البصل لما بيتفرم التفل بتاعه بتيجي تحطيه على الجريل أو على الشواية بيحروق. فأنا خدت واحدة صغيرة خالص بس تديني طعم، وطماطماية صغيرة، وأخدت حتة فلفل أخضر لقيته حامي فأخدت حتة صغيرة منه. وهحط كله في الكبة وهفرمه وهحطهم على الفراخ الفراخ البانيه. طبعا انت بتجيبيها هي مخلية وكل حاجة، بس طبعا لازم تتغسل كويس. انا بغسلها بملح وليمون، وبحط عليها خل علشان لو فيها اي روايح زفارة تروح، ودي خطوة مهمة جدا. اهم حاجة تغسلوا الاكل بتاعكم كويس علشان لما تيجوا تسووه ما تلاقوش ان هو فيه طعم متغير. طبعا فرمت التتبيلة دي وحطيتها على الفراخ، وهسيبها بقى شوية. لو انتي مستعجلة ممكن ساعة، ممكن أقل. ممكن تسيبيها وقت طويل تشرب التتبيلة بتاعتها، يعني على حسب التوقيت بتاعك اللي هتبتدي تاكلي فيه. هي كده كده مش بتاخد أي وقت في التسوية خالص. ممكن قبل الأكل على طول تشويها، يعني ما أخدتش مني ربع ساعة على الجريل وكانت استوت وزي الفل. ده الجريل بتاعي. انا حطيته على النار لحد ما سخن كويس علشان الفراخ لما اجي احطها ما تنزلش ميتها. وبعد كده ابتديت انزل قطع الفراخ بتاعتنا على الجريل وهو سخن. بعد كده بتبتدي تقللي الحرارة بتاعة الجريل، يعني توطي النار علشان ما تتحرقش منك من بره وتلاقيها من جوه ما استوتش. ده منظر الفراخ. انا الجريل بتاعي جرانيت، بس هو مع الغسيل وكده الطبقة بتاعته دي بتقشر. انا عندي التيفال والجرانيت كله تقريبا الطبقة بتاعتهم دي اتقشرت بسبب الغسيل. بصوا ده التفل بتاع البصل زي ما قلت لكم عشان بيتحرق على النار في الشوي. فانا دايما بستخدم مية البصل، يعني لما باجي اعمل كفتة طبعا في الكفتة بتعصري البصلاية، بتحطي التفل بتستخدميه مع اللحمة المفرومة، والمية بتترمى. فأنا مش برميها، بحطها في برطمان في الفريزر، وبعد كده لما باجي استخدم شوي او حاجة بطلعه استخدمه في التتبيل. دي منظر الفراخ بتاعتنا بعد ما خلصت. وعملت طبق سلطة كده كابوتشي وطماطم وخيار زي ما شفتوا. الفراخ مستوية طبعا، وكان طعمها لذيذ جدا وخفيفة قوي. تنفع الأكلة دي للناس اللي بيعملوا دايت، أو يعني بيقللوا في السعرات الحرارية في الأكل بتاعهم. الناس اللي بتتبع حمية غذائية. أكلة خفيفة وحلوة قوي. البرزنتيشن ماليش قوي فيه الصراحة، بس يعني حاولت على قد ما قدرت. عملت الطبق كده بشكل كويس. ده مخلل لفت كنت عاملاه، هبقى اوريهولكم في مرة من غير بنجر ومن غير اي حاجة خالص. وطبعا عملت طبق سلطة طحينة. بالنسبة للناس اللي بتعمل دايت طبعا مش هتاكل طحينة ولا مخلل، لان المخللات
بتزود المية في الجسم، بتعمل حبس للسوائل في الجسم كل ما هو حادق. والطحينة طبعا معمولة من السمسم والسوداني فبتتخن، فطبعا هتشيلوا الطحينة والمخلل، هتاكلوا فراخ مشوية وسلطة بس. أكلة خفيفة ومن غير سعرات حرارية خالص. طبعا سلطة وبروتين. جربوها هتعجبكم قوي بالتتبيلة دي وبالطريقة دي، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.